وهيك الطاقية صارت جاهزة والقوام والريحة واللون أكتر من ذهب. شوفوا لي إخواتي على هالطراوة اللي بتشهي القلب. بسم الله. لك يا هيك الطواقي يا أما بلا. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر والقوام اللي بيشهي القلب. يا هيك الطواقي يا أما بلا. أول اشي بدنا 5 كاسات من الطحين. أي نوع طحين موجود عندكم بيشتغل. وحجم الكاسة اللي أنا عم بشتغل فيها 150 جرام. وبنفس الكاسة بدي كاسة مي وكاسة حليب، بس لازم يكونوا دافين بما انه هلا الجو بارد. بسم الله. هي كاسة مي وهي كاسة حليب، وفينا نشتغل بس بالحليب وفينا نشتغل بس بالمي، هي الشغلة بترجع لكم. وبحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، هي 1 هي 2 وهي 3. وبحط عليهم بياض بيضة واحدة. وبدي ظرف واحد من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة، وهي الخميرة اللي أنا عم بشتغل فيها. بسم الله. هلا بنحط عليهم الخميرة وبنعمل لهم تحريكة وبنخليهم 5 دقائق لحتى الخميرة تتفاعل معنا. بما انه حطينا بيض للعجين فلازم نحط الفانيلا لحتى تكسر زناخة البيض. هلا بننزل الفانيلا اخواتي على الطحين، بنعمل لهم تقليبة خفيفة. شوفوا شلون الخميرة بس طلعت معنا الخميرة هيك معناتها فعالة وشغالة. هلا بننزل السوائل على النواشف وبنعجن. بسم الله. طبعا هاد العيار بيطلع معكم راس بعب. وهيك العجينة بعد ما لمت على بعضها بدي احط عليها معلقتين كبار من الزبدة. الزبدة هي اللي بتعطي الطعمة والطراوة للعجين. بسم الله. وبس حطينا الزبدة بندعكها كتير منيح لحتى تختفي كل الزبدة بقلب العجين. نقسم العجينة بالنص لأنه نحن بدنا نعمل العجينة لونين. هلا بنجيب هذا النص بنحطه بالطاسة وبنحط عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو وبنعمل لهم دعكة. بسم الله. رح اشتغل بالعجين فورا وبعدين بنريحها ساعة بالقالب. بسم الله. هلا هي صارت جاهزة معنا. من قيمة وبنرق القطعة الثانية من العجين. بنرقها بنفس الحجم لحتى ينزلوا مع بعض مثل القالب يعني. بسم الله. هلا بنجيب العجين الثاني وبنشتغل فيه. واهم شيء القطعتين يكونوا معكم بنفس الحجم لحتى يطلعوا معكم بشكل مرتب وظريف. شوفوا اخواتي بنحط القطعة السادة من تحت. بسم الله. وبنحط عليها القطعة الثانية. شايفين ما شاء الله طالعين معي مثل القالب. ولا ابسط ولا اسهل من هيك. وهلا بنكبسهم على بعض لحتى يلزقوا ببعض. وبالنسبة للحشوة اخواتي فيكم تخلوها سادة وفيكم تحطوا لها سكر وفيكم تحشوها بالشوكولا، يعني الشغلة اللي بتحبوها فيكم تشتغلوا فيها. انا رح ساويها بالشوكولا. شوفوا ولا ابسط من هيك. بنحط الشوكولا وبنوزع عليها بهذا الشكل. وانا رح ساوي لكم اياها اكسترا، زايد عندي شوي من حبيبات الشوكولا السادة بتطلع معنا اكتر من ذهب. شوفوا اخواتي بهذا الشكل. هلا بنوزع عليها طبقة تانية. منلف بايد ومنضب بالايد التانية لحتى تطلع بحجم واحد. ولا ابسط ولا اسهل من هيك. بس بدي لفها نص لفة والنص التاني منقطعه بهذا الشكل. شايفين طريقتها كتير سهلة وبسيطة. بس مناخد الحبل ومنلفه بطرف واحد. وهلا بدنا نلف العجينة تبعنا لحتى تاخد شكل القالب يلي نحن بدنا اياه. شوفوا اخواتي ولا ابسط من هيك. شايفين لي ما شاء الله على هالمنظر بشهي القلب. هلا بدي لفها وبعدين بنحطها بالصينية. شايفين ما شاء الله على هالمنظر اكتر من ذهب. واي صينية موجودة عنا بتشتغل. انا عم بشتغل بصينية الومنيوم، بس اهم شيء يكون حجم الصينية صغير شوي لحتى يطلع القالب بشكل مرتب وظريف. شوفوا اخواتي بنقيم العجين مثل ما هي ومنحطها بقلب الصينية ومنغطيها ومنخليها ساعة لحتى تختمر على راحتها. هيك الصينية صارت جاهزة بعد ما خليتها 40 دقيقة عم تتخمر. شوفوا لي ما شاء الله على هالنفشة اللي بتشهي القلب. وهلا بدنا نعمل الخليط لحتى ندهن وش العجين لحتى يطلع معنا اكتر من ذهب. في عندي صفار البيضة اللي زاد عندي، بحط عليهم شوية حليب. بسم الله. وبدنا براس المعلقة شوية سكر. واخر شي بنحط عليهم اي نوع خل موجود عنا.
وبنعمل لهم تحريكه. هلا بنعمل لها دهنه على الخفيف. هي الدهنه بتعطينا اللون اللي اكثر من ذهب بعد ما نطالعها من الفرن. وهيك الصينيه صارت جاهزه معنا. بننزلها على الفرن على حراره 180 فوق وتحت. بنحطها بالوسط بتاخد تقريبا 30 دقيقه وبتكون جاهزه. وهيك الصينيه صارت جاهزه معنا. اخذت بالفرن 30 دقيقه بالضبط. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر واللون بشهي القلب. بنعمل لها دهنة زبدة على الخفيف لحتى العجينة تلمع وتطرى معنا. وهيك الطاقية صارت جاهزة والقوام والريحة واللون أكتر من ذهب. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر والقوام اللي بشهي القلب. يا هيك الطواقي يا أما بلا. أنا ليش سويت لكم إياها طبقتين؟ لحتى تتأكدوا إنه استوت من جوا 100%. هيك بتاكلوا شغلة وبتدعوا لي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي ما شاء الله أخواتي على القوام واللون، والله بشهي القلب. بسم الله. لك يا هيك الطواقي يا اما بلا. انا عملت لكم اياها طاقيتين بطاقيه لحتى تتاكدوا انه اختمرت معكم من جوا وما تعجن، ولغيت لكم الزيت لانه ما في له داعي. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تظبطوا لنا وضع الفيديو بلايك. كان معكم شيف علي وطاقيتين السلطان. تحياتي لكم.